المنتخب اليمني. اليوم احنا نتكلم على هكذا لقاء. اليمن فروا بهذه ببطاقة التأهل بيده بعد أن كان متقدم. عندما نتحدث عن تقدم في البداية ثم تعادل ثم تقدم بهدف ثاني وهدف ثالث، الوضع يعني كان متقلب، ولكن كانت الأفضلية للمنتخب اليمني لما وصل للهدف الرابع. راح أرجع للكابتن، ولكن لقاء يعني نقول قاسية على منتخب اليمن، ولكن يحسب لمنتخب جزر القمر انه قاتل وآمن بحظوظه لآخر الدقائق. نقول لهم مبروك، يستحقون، وفعلا يعني لازم تلعب لآخر ثانية. منتخب جزر القمر يستحق التأهل، ونقول هذا المنتخب اليمني اللي كان عنده أفضلية انه يحسم المباراة بعد 4-2. مفترض انك تكون مركز وما تعطي اي منتخب جزر القمر فرصة للعودة، لكن ضربة الجزاء فيها نوع من الحظ. ابتسمت منتخب جزر القمر، كان الافضل في تنفيذ ضربة الجزاء بطبيعة الحال. عموما نذهب الى ارضية الملعب. لكم الحظ، لعبتوا مباراة قوية، معوضين خير ان شاء الله. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. هارد لكنها بصراحة نتيجة خسارة يعني بصراحة مؤلمة. الحمد لله والشكر راضيين ما كتبنا الله. كنا الافضل، كنا الاقرب للفوز، لكن الحمد لله والشكر. بصراحة ما عندي كلام غير اقول غير الحمد لله والشكر. الحمد لله. وفقوا ان شاء الله في المباريات القادمة. الحمد لله ان شاء الله ان شاء الله. الله يحفظك.